اهلا بمتابعين رونيتا من كل مكان، اتمنى تكونوا بخير وباحسن حال. بعد فترة طويلة من عدم تنزيل الفيديوهات لازم نرجع بفيديو ضرب نار. فالفيديو اللي معانا النهاردة هو غريب شويتين كده 3. المهم يلا ندخل في الموضوع عشان ما نطولش اكتر من كده. الموميا اللي قدامكم دي من اغرب المومياوات اللي مرت عليا. دي واحدة اسمها إيرت إيرو من عصر الانتقال الثالث، والعلماء لما عملوا ابحاث عنها اكتشفوا ان هي ماتت بعمر 30 سنة. لحد هنا وربنا يرحمها. بس الغريب بقى واللي مش عادي ان عملية التحنيط بتاعتها تمت عليها بدون إزالة المخ أو الأحشاء الداخلية. وطبعا زي ما احنا عارفين في الحضارة المصرية القديمة قبل تحنيط الموميا لازم بتتشال منها الأحشاء الداخلية علشان ما تسببش التعفن للجثمان. ودي كانت نقطة مهمة جدا في الحضارة المصرية القديمة. صحيح لو الأواني الكانوبية جنب الموميا لكنها كانت فاضية. طب ليه؟ الموضوع كان محير شوية كده، ولكن توصلوا في الآخر لتفسير والبعض ما كانش متفق بيه، اللي هو إن ده تقدم وتطور في علم التحنيط. طب وانتوا ايه رأيكم؟ أنا رأيي وشايفة إن هو فعلا ده تقدم وتطور في علم التحنيط، بس البعض كان مختلف في النقطة دي. بس كده بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا، انتظروني الفيديو الجاي إن شاء الله بموضوع جديد. سلام.